شوفي يا ست وأنا دي من ألذ الشرب اللي ممكن تعمليها. شوربة الطماطم سهلة وسريعة جدا وصحية كمان. هنيجي فوق على النار وهننزل بأي مادة دهنية وبصلاية متقطعة صغير وعليها عود كرفس متقطع صغير برضو، وعليهم معلقة توم صغيرة مفرومة وجزراية متقطعة صغير ومعلقة كبيرة طحين متعدد الاستخدام. ونقلب لحد ما يتحمص ولونه يتغير. وبعد كده هننزل بنص لتر مية لو حابينها غليظة، ولو حابينها خفيفة سيكة شوية زيدوا المية. ومكعب مرقة ده اختياري بس بيودي الشوربة في حتة تانية خالص. وشوية زعتر وملح حسب الذوق ومعلقة كبيرة معجون الطماطم. وهننزل بتلات أربع حبات طماطم، وما تنسوش رشة السكر عشان دي بتكسر الحموضة بتاع الطماطم. وآخرا وليس آخرا فلفل أسود. ونغطي عليها 15 دقيقة لحد ما كل المكونات دي تستوي. وبالهاند بلندر أو في الخلاط ونضرب. بس ملحوظة مهمة جدا يا جماعة، لو هتضربوها في الخلاط نستنى خالص لحد ما الشوربة تبرد، عشان الخلاط ما يضربش في وشنا لا قدر الله، بعد الشر عليكم يعني، وربنا يحفظكم من كل شر. وكده هيبقى معاكي ألذ وأحسن شوربة ممكن تكون عملتيها. بس كده. والكريمة اللي انا ضفتها في الاخر دي يا جماعة دي اختياري، لو حابين تضيفوها مفيش مشكلة، لو مش حابين هتبقى لذيذة جدا برضه. لو هتضيفوا كريمة هتضيفوا فنجان صغير، وهنقلب تقلبتين، واول ما تغلى هنطفي عليها النار، وكده هيبقى معانا ألذ شوربة ممكن نكون عملناها. وبالعافية عليكم مقدما. متابعة عشان اوصل لكم كل جديد بقى. سلام يا حلوين.